أعطيك الكلمة الأخيرة حول الوضع الراهن الآن في الجزائر، وليش عندك أو عند مجموعة من المحللين سواء يعني داخل الجزائر أو خارج الجزائر هذا أو تقول تمتلكون مؤشرات على أن الأزمة سيعاد إنتاجها، يعني وأنه الأزمة لم تنتهي في الوقت اللي النظام يقول أو الخطاب الرسمي أو الكثير من الجزائريين، خلينا نقول حتى أحزاب موجودة يا أخي، يقول لك الحمد لله احنا خرجنا من الأزمة والجزائر راهي تتبنى يعني حقيقة، سواء من ليزانفراستركتور يعني المنشآت القاعدية، أو أنه يعني الجراح راهي برات، وأنه حتى الجزائري ما عادش يحوس يبحث كثير وينبش. هذه المفهومين أعطيك فرصة أنك تجاوب عليهم، لكن قبل ذلك أريد أن أسمع يعني دقيقتين أو ثلاثة من زوجة مختطف، وكان يعني برلماني سابق في الجبهة، لكن الأهم من ذلك هو أنها زوجة مختطف السيدة ساكير. أنا دائما أكون سعيد باستضافتك في الموضوعات التي تتحدث عن المختطفين وعن المأساة الوطنية، ورحب بك سيدة ساكير. الو، اهلا وسهلا بك سيده ساكير. اهلا اخ سليم. وش تقولين اليوم واحنا نحكيو على هذه الذكرى السابعه للاستفتاء على الميثاق هذا تاع المصالحه الوطنيه واللي انتم ترفضوه؟ مساء الخير قناه المعارضيه. يعني اول حاجه نبدا بها هي يعني فعلا انك اسلجت صدري بمجيء باستضافتك لهذا الرجل العظيم الذي امامك. هذا انا لما اسمع سي زيتوت يعني بكل صراحه كل ما هو سيء يدوب قدامي كي يسمعوا يتكلم. فعلا لقد اسلجت صدري، هذه اول حاجه. ثاني حاجة أود أن أشكر كل أهل العاصمة، يعني كل الذين استضافونا وكل الذين وقفوا معنا فعلا كانوا في القمة. الاستضافة تاعهم كانت في القمة، يعني من الإيواء للإطعام للاستضافة، كل شيء. بعد ذلك أمشي للوقفة. الوقفة فعلا كانت وقفة نموذجية. فعلا لقد دللنا بمشاهد الناس الذين جاءوا إلينا مساندين، يعني كل الذين جاءوا ساندونا. هناك جمعية بطانين، جمعية راج، ناس ماشيين في الشارع، كلهم ساندونا. أتوا لنا بالمياه، أتوا لنا بالحلويات، يعني شيء جميل فعلا. هذا شيء نقدر نبدا به. اما فيما يخص قضيه المصالحه الوطنيه، يعني هذه الذكرى السابعه للكذبه الوطنيه الكبيره التي جيء بها خصيصا من اجل تكريس اللاعقات بالنسبه للمجرمين، جماعة الديارات وجماعة الجنرالات. هذه المصالحة جيء بها من أجل تكريس مبدأ اللاعقات. طيب نعم، نشكرك سيدة. نعم سيدة ساكير، نشكرك ونبقاو معاك، راح تكوني معنا إن شاء الله غدوة وبعدها، لأنه التغطية هذه راهي ما زالت مستمرة. نشكرك على هذه الشهادة تاعك والكلمة تاعك في هذه الذكرى، وأنا نعرف أن أنت من الناس المجروحين من هذه القضية، من لا أقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من يعني الجرحى واللي رافضين إلا أن تكون مصالحة حقيقية، وأيضا أن تكون هناك يعني جزائر اللي تعتمد على قفزة، تعتمد على المصالحة، تعتمد على العدالة، وتعتمد على معرفة الحقيقة. سيد محمد العربي، أنت سمعت هذا يعني سيد الساكير يعني تحكي بشيء يعني شيء، وهي تعرف زوجة مختطف وتعاني مثل ما عانوا الكثير من الجزائريين.
نعرف انه يعني هذه لحظات صعبه الكثير من الناس، كثير من الجزائريين، وخاصه لما نسمعوا يعني زي فريده وغريسي او سيده سكير، هذه زوجة مختطف، وهذه زوجة مختطف، وفيه ايضا زوجة الدركي وزوجة الشرطي وزوجة نفس اللي مش عارفه يعني يعني كان زوجها بالنسبه لها خارج في مهمه وما يرجعش ومش عارفه حتى حالته كيف. ذبحونا يعني صراحه. يعني ذبحوني بأتم معنى الكلمه. وطن، شعب، أمة ذبحت. سبب وحيد لا نعرف، كي يبقوا في السلطة كي يبقوا. طيب أشكرك جزيل الشكر سيد